من ألذ الوصفات الشتوية فطيرة الدوامة بالبرتقال والزبيب، حاجة كده خفيفة وهشة وما يتشبعش منها، ومقاديرها بسيطة جدا. يلا بينا نبدأ وصفتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحتاج كوباية الا ربع من الحليب، او ممكن تستخدمي كوباية الا ربع من المية الدافية وتضيفي عليهم معلقتين من الحليب البودرة. كمان هستخدم ربع كوباية من السكر، معلقة من الخميرة الفورية، وهقلب المقادير دي لحد ما السكر يدوب. بعد كده هننزل بحباية من البيض وكيسين من الفانيليا، وبالمضرب كده هفك البيضة لحد ما تختفي تماما. هنحتاج كوبايتين ونص من الدقيق وهننخلهم، وهنزل شوية بشوية، مش هنزلهم كلهم مرة واحدة. طبعا زي ما انتوا شايفين لقيت ان العجينة لسه بتلزق معايا، فهضيف باقي الدقيق اللي انا كنت سايباه على جنب، وهضيف كمان رشة من الملح، وهبدأ ان انا اعجن العجينة لحد ما تتلم معايا. طبعا كل نوع دقيق بيختلف، يعني ممكن الدقيق اللي انتي مستعملاه يستخدم مثلا 3 كوبايات، يعني المقادير من كوبايتين ونص ل3 كوبايات دقيق. بعد ما لميت العجينة هضيف معلقتين من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. هنلاقي ان العجينة كده بتفك معانا، هتتلم متقلقوش. وبعد كده هسيبها حوالي ساعة لحد ما تخمر. طبعا علشان احنا في الشتاء فالعجينة بتاخد وقت عقبال ما بتخمر. هرش رشة دقيق كده بسيطة، وبعد كده هحط العجينة وهبدأ ان انا افردها على شكل مربع. بعد ما فردت العجينة بالشكل ده هجيب معلقتين من الزبدة تكون سايحة او بدرجة حرارة المطبخ، وهبدأ ان انا اوزعها على العجينة كلها. هجيب برتقانة وهبدأ ان انا ابشرها زي ما انتوا شايفين كده، ونحاول على قد ما نقدر ما نجيش على الطبقة البيضة علشان ما تعملش مرارة في العجينة. بعد كده هجيب حوالي معلقتين من السكر، وهبدأ ان انا اوزعهم كده على العجينة، رشة بسيطة كده من السكر علشان تظبط الطعم. وطبعا مش هتبقى مسكرة يعني زي ما انتم متخيلين قوي، لا سكرها هيكون مظبوط. بعد كده هجيب زبيب، ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي رشة من القرفة، طبعا ليكي حرية الاختيار. هبدأ ان انا الفها على شكل رول زي ما انتوا شايفين كده، كأني بعمل سينابون بالظبط. وبعد ما لفيت الرول بالسكينة وهبدأ ان انا اقطعها كده من النص، ومش هوصل للاخر زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا الفها. سهلة وبسيطة وحلوة جدا اهو زي ما انتوا شايفين الحتة اللي انا كنت سايباها من الاخر. والطرف الاخير من العجينة هحطه كده من تحتيها علشان ما تفكش معاكي. وهنجيب الصينية بتاعتنا وندهنها بدهنة زبدة او زيت او سمنة، وهنحطها ونسيبها لحد ما تخمر برضو حوالي ساعة. وده شكلها بعد ما خمرت. هنشغل الفرن على درجة حرارة 200، واول ما هندخلها الفرن هنخلي درجة الحرارة على 180، بتقعد حوالي 20 دقيقة. وده شكلها بعد ما خلصت. حقيقي ريحة البرتقان كانت قلبة المكان وطعمها بجد خطير. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.